السلام عليكم ومرحبا بكم في شهيوات امير. اليوم جبت لكم وصفه ديال المملحات كيديرهم الناس بزاف في عاشوراء. كنقول لكم خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو بها. عندي هنا 800 غرام ديال الدقيق الابيض الممتاز، ستار، انا غناخذ الحار ديال ستار، ممكن تستعملوا الهريسه، معلقه كبيره ديال المطارد، كاس ديال الماء، غنشوف واش ممكن نزيد الماء اولا لا، نص كاس ديال الزيت، دانون طبيعي، معلقه صغيره د الابزار مع الملحه كتبقى اختياريه، وفاص ديال الثوم، ممكن ديروا الثوم مجفف، انا غير ما عنديش في الدار، والزبده، ونصف خماره كيماويه، انا هنا نسيت ما درتهاش حتى للتالي عدتها. غادي نحاول انني نضيف جميع المكونات على داك الطحين ديالي، وغادي نرمل هاد المكونات هادو كيما غتلاحظوا معايا. ضروري هاد المرحله باش يصدقوا معكم المملحات ديالكم. من بعد ما كنضيف جميع المكونات وكنرمل هاد الطحين ديالي، كنحاول نجمع بالماء بلا ما ندلكها، كنقولها ونعاودها بلا ما ندلك العجين باش ينجح معايا، اولا باش ينجحوا معايا عفوا هاد الفقيقسات هادو كيما كتلاحظوا معايا. ولا وصلتي حتى لهنا خلي معاك لايك وابوني باش يبقى يوصلك كل جديد. وبالنسبه للناس اللي التحقوا بالقناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. دائما وصفات ديال شهيوه امير كتكون وصفات سهله وفي متناول الجميع. انا هنا هزت ليا هاد العجين كاس ونصف ديال الماء. كما قلت لكم انا نسيت الخماره، غادي نديرها دابا بهذا الشكل هذا، نحاول ندخلها بلا ما ندلك كما كتلاحظوا معايا. من بعد غادي نقطع العجين على 4 ديال الكرات، وكل كره وباش غادي نقسمها. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه بالضبط. الكره الاولى غادي ندير ليها الحار، ممكن تعوضوا هاد الحار ديال السطر بالهريسه مع الفلفل الاحمر. وكنقول لكم العجين ما كيتعجنش، كنحاول انني نجمعوا بهذا الشكل هذا، كتكون هذه النتيجه ديالو. بالنسبه للكره الثانيه كما كتلاحظوا معايا غادي ندير ليها الزعتر مع الفرماج الاحمر. اما بالنسبه للكره الثالثه غادي نضيف ليها الزيتون الاسود اللي قطعته على شكل طريفات صغارين. واخر كره غادي نسمها بالمعدنوس والخرقوم. الخرقوم راه ما كيجيش باين نهائيا، يعني ما تخافوش منه، وكان نشكلهم على هذا الشكل هذا. راه كيجي المذاق ديالهم رائع جدا، اكيد يستحقوا التجربه، جربوهم على الضمانه ديالي. من بعد كنقطعهم وكنشكلهم على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا في الصوره. من بعد ما وجدت الطاوه الاولى غادي ندخلها للفران اللي مسخن من قبل على عافيه مهيله. في الاول ما خاصهمش يتحمروا نهائيا، غير كيتشمعوا، وكنجبدهم باش كنقطعهم وعاد نعاود نرجعهم يطيبوا المره الثانيه. كما كتشوفوا هذه هي الطاوه الاولى اللي خرجت من الفران، يعني ما تخليهمش انهم يطيبوا باش ما يتهرسوش ليكم، فقط كيتشمعوا. عاد كنبدا نقطعهم بهذا الشكل هذا، انا غادي نقطعهم على شكل مائلي كيجيو رائعين لا في الشكل ولا في المذاق. شوفوا تبارك الله، لا اللون ولا المذاق كيجي رائع جدا. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نقطع جميع الكميه، والكميه الاخرى راها في الفرن كيف ما قلت لكم، غير تشمع يعني ما طيبش، لانها لا طابت من غتجيو تقطعوها ما غاديش تقطع معكم بهذه السهوله هذه، غادي تبقى تهرس لكم. اللهم خليهم فقط غير يشدوا راسهم واحد شويه وخرجهم من الفرن.